كل سنة وانتم طيبين. يا رب عيد سعيد عليكم. من أهم الأكلات اللي موجودة طبعا في السفرة بتاعتنا في العيد طبعا الفتة وحبة الصلصة وحبة الشوربة الحلوين. عملتها لكم النهاردة بطريقة حلوة إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. طريقة سهلة وبسيطة. قبل ما نبدأ الوصفة كده صلي على الرسول ونشوف عملنا الفتة دي مع بعض ازاي. عندي هنا حلة على النار بنزل فيها بحوالي معلقة من السمنة. الموجود عندكم سمنة زبدة، مش موجود ده ولا ده برضو ممكن معلقة من الزيت. بنزل باللحمة بتاعتي كده الأول تاخد صدمة بس كده الأول بشوحها. بديها صدمة بس الأول كده. بعد كده عندي هنا ورق لورا، فلفل أسمر، حبة من السبع بهارات أو بهارات لحمة، بشوحها كده مع البهارات زي ما انتوا شايفين. بنزل عليها بالبصل. عايزه اقول لكم الخطوه دي مهمه عشان هتعمل لكم شوربه حلوه قوي. بندي الاول صدمه كده للحمه وبشوح معاها البهارات. بنزل بقى بالبصل والطماطم، عندك جزر ماشي، كرفس ماشي، اللي موجود عندكم. بشوحهم كده مع بعض لمده دقيقتين 3 كده، البهارات مع البصل والطماطم. بعد كده بنزل بالميه المغليه. طبعا ما بحطش الملح غير في الاخر خالص. اول ما تبتدي تخش في السوا بحط حبه من الملح، بسيبها طبعا تغلي كده وتستوي مع نفسها خالص. باجي هنا عندي عيش البلدي بتاعنا عادي، قطعته زي ما انتم شايفين كده مكعبات. طبعا عدد العيش طبعا على حسب استخدامكم. هنا حطيت معلقتين من السمنه، الموجود برضو عندكم سمنه او زبده او معلقتين من الزيت، وبقلبهم كويس كده في قلب العيش اللي قطعته مكعبات. وبدخل الصينيه دي الفرن لمده ربع ساعه تلت ساعه لغايه ما تتحمص كده كلها. بجيب هنا عندي حله بنزل بعليها بحبه زيت. هنا عندي توم مفروم حوالي 4 أو 5 فصوص من التوم. ودي شطة، عندي شطة حمرا كنت مخزناها عندي في الفريزر. بنزل عليها كده بحبة من الكزبرة وبقلبهم كويس. أهم حاجة طبعا في الصلصة اللي بقول لكم عليه دلوقتي ده رشة من السكر بيتكرمل كده معايا مع الكزبرة والثوم والشطة الحمراء. دي أهم حاجة كده في الخلطة قبل ما أبدأ أنزل بالخل والطماطم. بشوحهم كده مع بعض كويس. ريحة الثوم مع الكزبرة والفلفل الأحمر ريحتهم تحفة. ومعلقة السكر دي طبعا دي مهمة عشان تظبط لي الطماطم بتاعتي. طبعا نزلت برشة من الخل، يعني حوالي 3 4 معالق من الخل. بقلبهم كويس كده. بعد كده بنزل بالطماطم بتاعتي، حوالي كيلو من الطماطم غسلته وعصرته، ضربته في الخلاط. وطبعا مصفية الطماطم، أهم حاجة يا جماعة نصفي الطماطم طبعا بيفرق. طبعا بقى بحط بقى البهارات بقى اللي موجودة عندكم، 7 بهارات، بابريكا، ملح، فلفل، وكعب ماجي إذا حبيته. وكعب ماجي برضو هنا اختياري لو حابين. حبة من الكمون، حبة من الكزبرة. بقلب المكونات دي كده كلها مع بعض، والبابريكا برضو. اسيب الصلصة بقى دي كده شوية كده على النار. دي حبة من رشة من 7 بهارات. في الاخر حطيت نص معلقة كبيرة من الملح. بصوا بسيبها لغاية ما تبتدي تتقل معايا كده، توصل للدرجة دي كده. بسيبها لمدة 10 دقايق كمان بعد كده. وبعد كده بطفي عليها، اول ما تبتدي تتقل معايا بطفي عليها. جبت هنا حلة نزلت فيها معلقتين من السمنة، رز مصري مغسول ومنقوع صفيته خالص وبشوحه في قلب السمنة. نص معلقة كبيرة من الملح، بقلبهم مع بعض كده لغاية ما يتشمعوا.
السمنة مع الفلفل مع الرز لازم لمدة دقيقتين 3 أفضل أقلّب فيه كده لغاية ما يتشمّع كلّه كده مع بعضه، وطبعًا بازوّد الرز إيه بالشوربة بتاعتي بتاعة اللحمة. شوربة اللحمة يا جماعة في الرز حكاية. تمام كده مش محتاجة حاجة. هنا عندي العيش بتاعي اتحمّص أهو زي ما أنتم شايفين، جِبته ورشّيت عليه رشّة كده من الشوربة، وعلى النار كده مولّعة عليه خالص، حبّة صغيّرين بس كده من الشوربة، مش باطرّيه أوي، أهو أنتم شايفين أهو اتحمّص خالص معايا. جِبت معلقتين من الصلصة اللي أنا عاملاها، يعني حوالي نُص مَج من الشوربة على 4، 5 معالق من الصلصة اللي أنا عاملاها، وبانزل بيهم كده لغاية ما يتشوّحوا كلّهم مع بعض. الخطوة دي بتفرق في طعم العيش جامد. بُصّوا باقلّب لغاية ما يتشرّب كده كلّه مع بعضه، ريحة العيش أصلًا في المرحلة دي بتبقى تحفة. هنا باجيب طاسة عندي بانزل فيها بمعلقة من الزبدة أو السمنة، بانزل باللحمة بتاعتي باشوّحها. من أحلى الأكلات اللي بنحبها يا جماعة هي الفتة في العيد الأضحى، ومش شرط العيد برضه يا جماعة، هي الفتة من الأكلات المميزة عندنا بصراحة. باقلّب اللحمة كده لغاية ما تاخد لون كده في معلقة الزبدة اللي أنا حطيتها. تمام كده، ما فيش دقيقتين 3 بتاخد لون معايا زي ما أنتم شايفين. في ناس تحب تحط لها بصل وطماطم في المرحلة دي، أنا ما باحطلهاش، طبعًا لو حابين تحطوا براحتكم تمام. بتقطّعي بصل رفيّع وطماطم، أنا اكتفيت بس برشة من الملح والفلفل الأسمر وهي كده إيه، بتتحمّر بس كده. حابين تضيفوا إضافات تانية عليها براحتكم. أول ما تبتدي تاخد لون كده معايا، باشيلها كده واحدة، واحدة تمام كده. باجيب هنا عندي الصينية اللي هاقدّم فيها، بافرد الأول العيش، بُصّوا العيش بتاعي اتشرّب من حبّة الشوربة والصلصة اللي أنا حطيتها، ريحته تحفة. بافرده كده كويس. بعد كده باجيب الرز بتاعي، بُصّوا مفلفل وريحته جميلة. الشوربة طبعًا لمّا بنسقيها بيه بتفرق معاه جامد. ده فلفل أسمر كنت حاطاه حبيبات كده في الشوربة، فأنا باشيله. بارُص كده الصينية بتاعتي. يا رب كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. بارُص كده اللحمة بتاعتي اللي أنا حمّرتها، باجيب بقى الصلصة اللي أنا عملتها معاكم، ريحتها يا جماعة تحفة. طبعًا طريقة التقديم الطريقة اللي تحبوها طبعًا تقدّموا بيها، أنا قدّمتها كده بالطريقة دي كده عادي. طبعًا باخلّي طبق صلصة كده لوحده على جنب، وباحط فيه شطة حمرا، طبعًا ده اختياري، اللي بيحب الشطة الحمرا. باجيب طبق صلصة من اللي أنا عاملاه، باروح حاطة عليه شطة حمرا، أنا باحب آكلها كده. وطبق الشوربة اللي بالليمون، أحلى أكلة تاكلوها في العيد، طريقتها سهلة
مفيهاش اي افتكاسه خالص، والنتيجه يا جماعه تحفه. هتجربوها بالخطوات دي، جميله جدا. اتمنى تجربوها وتقولي رايكم، ولو الوصفه عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناه. السلام عليكم.